العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطن بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تقول أن برامج تطعيم الماشية تحقق نتائج ملموسة. الأشجار المغروسة في مديرية فورو بلغت مستوى جيد. قتلى في هجمات بشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية. قتلى ومصابين في هجوم بمدينة كويتا الباكستانية. 6 فلسطينيين يهربون من سجن إسرائيلي شديد الحراسة. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 7 سبتمبر في أقليمي شمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 3 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابتان في أفعبة إقليم شمال البحر الأحمر وإصابة واحدة في أسمراء الإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 4 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما ورجل يبلغ 69 عاما كلاهما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6651 شفي منهم 6605، وتوفي 40 مريض كورونا، فيما لا يزال 6 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 سبتمبر 2021. صرح المزارعون بأن برنامج التطعيم الإجباري الجاري ضد الطاعون البقري والأمراض التي تهدد رؤوس الماشية من الضأن والماعز، والذي تقوم وزارة الزراعة، ساهم في تحقيق نتائج ملموسة في تأمين سلامة ماشيتهم. وأوضحوا ذلك انطلاقا من ارتباط صحة وسلامة الماشية ومنتجاتها بمصلحة المزارع وحياته المعيشية، وبالنظر إلى التحسن الذي يطرأ في صحة الماشية وسلامتها ازدادت مصالحهم الاقتصادية. وأوضح تقرير وزارة الزراعة بأن الحملة التي بدأت في شهر يونيو أدت إلى تطعيم أكثر من 891 ألف من رأس الضأن والماعز في إقليم القاشبركة، وفي إقليم عنسبة حوالي 324 ألف، وفي شمال البحر الأحمر 424 ألف، ولا زال العمل مستمراً. وأكد المزارعون جاهزيتهم للقيام بما يطلب منهم، مدركين أهمية البرنامج في تأمين صحة ماشيتهم. يذكر بأن العمل ظل يجري في كافة مناطق البلاد للقضاء على الأمراض التي تصيب رؤوس الماشية مثل الطاعون البقري قبل عام 2030. وتدعو وزارة الزراعة المزارعين للاستفادة المثلى من التطعيم الإجباري المقدم مجانا، وتذكرهم للمشاركة في الجهود الجارية للقضاء على تلك الأمراض. وتوضح مستندات وزارة الزراعة بأن الحملات التي تشهدها البلاد لمكافحة ظاهرة الأمراض ومعالجتها تسهم بفعالية في تطعيم حوالي 2.3 مليون ماشية سنويا، حيث تم تطعيم حوالي 53 مليون ماشية خلال 30 عاما الماضية. ونتاجا لذلك انخفضت ظاهرة الأمراض التي كانت تتسبب في نفوق الماشية ب70%. توجد أشجار الشوري التي غرست قبل عامين بإشراف فرع البحوث بوزارة الثروة البحرية في شواطئ منطقتي أفتا وزولا بمديرية فورو إقليم شمال البحر الأحمر توجد في وضع جيد. وأوضح مسؤول فرع الثروة البحرية في المديرية السيد صالح سعدة أن أشجار الشوري التي غرست في فبراير 2020 بمشاركة أهلية في حوالي 55 هكتار بلغت في الوقت الحالي إلى مستوى جيد.
جيد. وأشار إلى أن أشجار الشوري يستفاد منها في حماية الأسماك ومكافحة انجراف التربة، وهي أيضا غذاء للماشية، وكذلك تستخدم في صناعة آلاء البناء وغيرها من الأشياء. وإدراكا لهذه الأهمية، قامت وزارة الثروة البحرية بإجراء دراسة شاملة في كافة الجزر والشواطئ البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر، فيما تدفع مشاركة جماهيرية بهذا الشأن. وقال مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية فورو السيد صالح إبراهيم إن البرنامج بدأ في عام 2019، ألا أنه ولم يحقق نتائج مرضية لعدم تنفيذه دون خطة مدروسة، لكن وفي عام 2020 أجرى قسم البحوث في فرع الثروة البحرية بخطة مدروسة، وقام بالإشراف على العمل، إضافة إلى تخصيص حراس، مما ساهم ذلك كله إلى تحقيق النتائج ملموسة. وذكر السيد صالح بأن مشاركة المواطنين لحفظ أشجار الشوري عالية جدا، مشيرا إلى اتخاذ خطوات لازمة تؤدي إلى الحد من مقتلع الأشجار ودخول المواشي إلى الأماكن التي غرست فيها أشجار الشوري. هذا وتتمتع مديرية فورو التي تعد إحدى مديريات إقليم شمال البحر الأحمر 10 بشواطئ بحرية طويلة. في حضور الجهات المعنية من وزارتي التعليم والزراعة وكذلك الإدارات في الإقليم الأوسط، تم تقييم أنشطة الحملة الطلابية التنموية التي جرت في الفترة ما بين 7 يوليو وحتى 14 أغسطس 2021. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول الحملة الطلابية التنموية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام برهي، أوضح وضع برنامج لمشاركة 7401 طالب من 21 مدرسة هذا العام، ألا أنه وبمختلف الأسباب تخلف عن الحملة 5.3%. وكان 51% من الطلاب المشاركين في الحملة البالغ عددهم 7010 من أسمرة، و11.6% من مديرية بريق، و25.7% من قلنفحي، و6.7% من سرجقة، وأنجزوا 98.1% من أنشطة حماية التربة والمياه منتشرين في 37 نقاط عمل، و1.9% أنشطة أخرى. كما تم إنجاز 264.3 كيلومتر من المدرجات، وصيانة 165.5 كيلومتر، وإعداد 180,265 حفرة، وقرص 177,265، وكذلك رعاية 74,866 شجرة. وبحث المشاركون التقرير المقدم بإسهاب مقدمين آراء وتوصيات أهمها تحمل القرى والإدارات مسؤولية حراسة الأشجار المغروسة ومنح اهتمام لتجهيز النقل للطلاب نتيجة لبعد الأراضي التي يتم العمل فيها، وتعزيز العلاقة بين التعليم والزراعة، وكذلك التعرف على القصور وإيجاد حلول عاجلة لها. تبرع سكان منطقة تبلدية في مديرية قلوج ب 328,500 نقفة لأسر الشهداء. وأوضح مدير مديرية قلوج تقديم 4,500 نقفة لكل أسرة شهيد التي يبلغ عددها 73 أسرة. وذكر سيد داسيل الدفع بقوة للخطوات المتخذة لما تلعبه من دور كبير في تحسين حياة أسر الشهداء والأسر المحتاجة. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. أسفر الهجوم الذي نفذه متمردون يشتبه في أنهم من تحالف القوى الديمقراطية في أيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مقتل 30 شخصا على الأقل حسب إفادات الأمم المتحدة ومصادر محلية.
وأشارت حصيلة أولية من مصدر محلي إلى مقتل 14 شخص في تلال تساني تساني وماباسانا في بلدة لونا سامبوكو الواقعة على الحدود مع شمال كيفو على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب بونيا. وأكد مصدر أممي بأن 30 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على لونا سامباكو. ومنذ مايو يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة طوارئ إذ تم استبدال السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمواجهة المجموعات المسلحة. لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح بسبب انفجار قنبلة بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان وفق إفادات قناة تلفزيونية باكستانية. وأشارت القناة نقلا عن إدارة مكافحة الإرهاب في ولاية بلوشستان الباكستانية إلى أن الحديث يدور عن هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود على طريق ماستونغ. وحمل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حركة طالبان باكستان المسؤولية عن الهجوم، فيما أورد موقع إخباري بأن الحركة تبنت العملية. وقالت أجهزة الأمن بأن الانتحاري اقتحم سيارة تابعة لقوات إنقاذ القانون عند مركز التفتيش بوساطة دراجته النارية، مضيفة بأن فريقا من إدارة مكافحة الإرهاب وصل إلى مكان الحادث وأن التحقيق قد بدأ في ملابسات الهجوم. قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تبحث عن 6 سجناء فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة شمال إسرائيل. وقالت الشرطة إنها قامت حواجز على الطرق وتقوم بدوريات في المنطقة. وقالت التقارير إن 5 من السجناء ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح. وفر السجناء الذين كانوا معا في نفس الزنزانة من سجن جلبوع الذي يفترض أن يكون أحد أكثر المرافق الأمنية في إسرائيل، وتعد مثل هذه الاختراقات نادرة للغاية. ويعتقد أن الرجال قد اتجهوا إلى جنين التي اشتبك فيها المسلحون خلال الأسابيع القليلة الماضية علنياً مع القوات الإسرائيلية، ولا تمتلك فيها السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً سوى القليل من السيطرة. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. ثلاثة مواطن بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تقول أن برامج تطعيم الماشية تحقق نتائج ملموسة. الأشجار المغروسة في مديرية فرو بلغت مستوى جيد. قتلى في هجمات بشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية. قتلى ومصابين في هجوم بمدينة كويتا الباكستانية. و6 فلسطينيين يهربون من سجن إسرائيلي شديد الحراسة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.